بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شكرا جدا على الناس اللي اشتركت عندي في القناة. مبسوطة بيكم جدا وفرحانة بكلامكم جميل. ربنا يبارك لكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم كل كلمة حلوة قلتوها لي وكل حاجة شجعتوني بيها، وكل كلمة فعلا والله العظيم كلامكم فرق معايا وشجعني. انا بصراحة لما نزلت الفيديو كنت حاسة ان انا محبطة شوية، خايفة، تايهة، مش مظبوطة كده، يعني مش عارفة هنجح او مش هنجح. بس كلامكم بصراحة شجعني وخلاني ان انا يعني ايه، حتى لو مفيش مشتركين، وحتى لو انتوا بس يعني 14 مشترك، مش رقم خالص، يعني زيرو، يعني زيرو مشتركين. بس برضو يعني فخورة يعني بنفسي ان انا يعني في حد بيشجعني. مبسوطة بيكم بجد. ربنا يجازيكم خير يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. ده كان بداية اليوم. كنت في السوق بجيب حمزة من المدرسة، فجبت شوية طلبات معايا كده وانا جاية. كسكسي، بطاطس، يعني اللي هي بتاعت السليق، كانت الكيلو ونص ب10. خيار ب15. ليمون ب15. في اليوم ده انا كنت عاوزة اعمل كشري، فروحت جبت مكرونة سباجيتي، وكان عندي بقية الحاجة يعني، وجبت البهارات بتاعة الكشري والحاجات دي. ويعني بدأت اليوم بكوباية الشاي بنعناع دي وطبق الكسكسي ده كنت هفطر انا وبنتي. بس والله المستعان. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم كل حرف وكل كلمة كتبتوها وكل كلمة تعبتوا كده عشان تكتبوها، يا رب يجعلها في ميزان حسناتكم ويوفقني يا رب ويحقق لي اللي انا نفسي فيه، ان انا يعني اعمل حاجة لولادي، وان انا اعمل حاجة لبيتي. يا رب يحقق لي اللي انا نفسي فيه كله، ويحقق لكم يا رب كل اللي نفسكم فيه، وكل اللي نفسه في حاجة فيكم يا رب يحققها له، ويا رب ينجح في حياته وفي كل حاجة يا رب. طبعا كان عندي شوية مواعين في المطبخ. دخلت طبعا على المطبخ، غسلتهم. طبعا المطبخ بتاعي يعني مطبخ على قد متواضع، الحمد لله يا رب. هو صغير شوية، فببقى يعني مش عارفة اصور، بيبقى التصوير صعب شوية فيه ان انا اصور وكده. ببقى مش عارفة احط الكاميرا فين ولا اصور ازاي. بس اهو ادي احنا بنحاول، وادي احنا بنعافر، وان شاء الله هختار المرة الجاية يعني ايه مكان احسن من ده اصور منه، لاني حاسة ان الكاميرا مش موضحة يعني غسيل المواعين والكلام ده، عشان التشجيع، يعني عشان هو الفيديو تشجيع اصلا، فمش باين اوي الشغل يعني. فالله المستعان، المرة الجاية ان شاء الله هحط لكم الكاميرا تبقى في كادر احسن من كده، وفي مكان يبقى واضح اكتر من كده ان شاء الله. بس قلت هنزل فيديو برضو وخلاص ويعني ابقى موجودة، يعني احاول ان انا ابقى موجودة معاكم، وان انا يعني ايه ابقى موجودة اليوم بيوم واشارككم الروتين بتاعي، واشجعكم يا رب اقدر اشجعكم. وان شاء الله انا اشجعكم وانتوا تشجعوني بكلمة حلوة ان شاء الله. كلامكم فعلا فرق معايا وشجعني وخلاني ان انا بعد ما كنت بقول مش عارفة اكمل، التجربة دي هتبقى فاشلة، هنجح مش هنجح، لا بصراحة كلامكم يعني بصراحة كله زي العسل. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. دخلت على أوضة عيالي زي ما انتوا شايفين الأوضة يعني متبهدلة خالص. معايا مكة بتبقى بترمي كوبايات زي ما انتوا شايفين كده، بترمي اي حاجة في اي حتة. حبيت اوريكم المشهد يعني عشان ايه تبقوا فاهمين الوضع برضو من الاول، ويبقى في شوية تشجيع. تنظيفات العيد كلها تبقى عند التنظيفات بتاعة العيد ان شاء الله. احنا مش عاوزين نيجي على نفسنا ولا عاوزين نعمل كله في يوم واحد، وفي الاخر خالص نلاقي نفسنا يعني ايه واقعين. فلا احنا ان شاء الله هنبدأها واحدة واحدة كده على مهلنا خالص. مرة سجادتين في سجادتين مثلا، على حسب السجاد اللي عندك.
مثلا اوضه في اوضه نعملها. وان شاء الله عاوزين يعني ايه نبدأ بدري عشان خاطر الصيام وكده، صيام العشرة بتوع ذي الحجة او التسعة، ان شاء الله نصومهم كلنا باذن الله، نشجع بعض كده ونصومهم مع بعض. ربنا يقدرنا يا رب ويتقبل منا يا رب صالح الاعمال. فعاوزين قبل العشرة دول ان شاء الله نعمل التنظيفات بتاعتنا، بحيث ان احنا يعني مفيش حد بيقدر يعمل وهو صايم، وبالليل بيبقى خلاص الواحد فصل يعني. بنفطر من هنا ونتلقح من هنا، خلاص خلصنا كده واليوم خلص بالنسبة لنا. فهيبقى تنفيذ ازاي؟ مش هينفع تنفيذ، والتنظيفات بتاعت الاعياد والكلام ده ما بتنفعش خالص مع الصيام بصراحة. فان شاء الله نقسم وقتنا ونقسم الايام، يعني نمسك جدول كده وورقة وقلم ونقول يوم لكذا ويوم لكذا ويوم هعمل فيه كذا ويوم هنعمل فيه كذا، وان شاء الله نشجع بعض يعني ان شاء الله. انا مش انا بس اللي بشجعكم، انتوا كمان بصراحة بتشجعوني. الكلمة بتاعتكم بتفرق بجد، يعني اي كلمة حلوة بسمعها بتفرق معايا، بتخليني لو انا قاعدة والله العظيم بجد بقوم وبقول لا انا هقوم، لا انا هشوف، هعمل اي حاجة، هشوف اللي ورايا، هصور دلوقتي اي حاجة واعملها. فبصراحة الكلمة بتفرق، يعني الكلمة بصراحة بتبقى يعني مش قادرة اقول لكم بتفرق قد ايه. هنا كنت بقى خلصت ودخلت بقى المطبخ، قلت اما اعمل لهم بقى كشري في اليوم ده. يعني بيبقى في حد بيحبه وحد مش بيحبه، وحد يقولك لا انا عاوز كشري من بره. حمزة يقول لي انا عاوز كشري من بره، مش عارفة والله بجد، مع ان بتاع بره بيبقى كل حاجة فيه يعني قليلة، والصلصة والكلام ده، والطماطم اصلا غالية، فطبيعي ان هما بيقللوا الصلصة. بس العيال بتحب اكل بره، مش عارفة ليه بيحبوا اكل الشارع، مع ان احنا بنعمل اكل زي الفل والله الحمد لله. كنت بوريكم بقى الصلصة بعملها، وكلكم طبعا شطار وكلكم احسن مني، بس افكار بناخدها من بعض. يعني لو واحدة قاعدة دلوقتي بتقول انا هاكل ايه ولا هنعمل ايه، هي بتاخد فكرة ان هي مثلا ممكن تعمله بكرة، ممكن تنفذ الفكرة، مش ضروري هتنفذها يعني في نفس الوقت. كنت بوريكم البصل ازاي مقرمش. على فكرة في ناس كتير بتعمل البصل بتحط له دقيق ونشا ومش عارف ايه وكلام زي كده. والله يا جماعة لا، انا بعمله البصل اللي هو البصل الابيض، ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجة، وبيبقى بس بتقطعيه يعني شرايح رفيعة، يعني بتعمليه زي الشيبسي، زي حلقات الشيبسي، فبيبقى مقرمش معاكي، ولا دقيق ولا نشا ولا كل الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده خالص. انا هنا في الرز انا بحط عدس اصفر، بس كنت بصراحة نسيت احط مع الرز، فحطيته بعدين. يعني انا بصراحة بحب احمره مع الرز، وانا بحمر الرز كده بحب ان انا احمر العدس معاه، بيدي طعم احسن لما بيتحمر. بس في المرة دي انا نسيت التصوير بصراحة، بيلخم بجد، يعني خلاني اتلخمت ومش مركزة وحاسة ان انا متوترة، مع اني محدش شايفني انا. انا بصور لسه في الاول، ممكن ما نزلش اصلا، بس بيبقى الواحد متوتر وبتبقي حاسة برضو ان انتي لا في حد شايفني دلوقتي، وبتبقي يعني دماغك مش مركزة. دي الدقة انا كنت حاطة شطة وتوم وليمون وكمون، وبعد كده بصراحة كنت اول مرة اعمل الحركة دي، حطيت مية السلق بتاعة المكرونة حطيتها يعني في الدقة. بس ودي كانت نهاية الفيديو. يا رب يعجبكم، ويا رب ينور رضاكم، ورجاء الاشتراك، رجاء اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.